القصه ديالي بدات ملي كانت عندي 25 عام. ما كنتش زعما صغيره، كنت بعقلي وعارفه اش كندير وكل شيء. كان عندي الدبلوم ديال لا باتيسري، وكنت خدامه في واحد المخبزه كبيره. كنت باتيسيير، وكنت خدامه مزيان، ما خصني حتى خير وبخير. واخا هذيك الخدمه صعيبه وهذا، ولكن كنت مستوره فيها الصراحه. والمشكل اللي كان عندي هو انني ما عمري جمعت شي ريال، ما عمري درت حتى طونق ديال الذهب، هما الاخرين ما عمري درتهم. كانت يدي مشرقه بزاف وكنضيع دائما الاخر ديال الشهر مزيره. مع العلم انني كنت ساكنه مع والديا، وبا كان خدام وما كان خاصنا حتى خير، زعما ما كنصرف على الدار، ما هزهم ما والو، هما اللي هزيني. كنت كنشري غير شراوت وداك الشيء كيتقطع وشي يتلح شي يقيسو جافيل شي، زعما ما كنتش كنشري شي حاجه صحيحه، ما كنت كنخبي فلوسي. ما عليناش انا، لا بقات كدور لي الفكره ديال الزواج في راسي. وفي الحقيقه هذيك الفكره مني كنت كنقرا في الباك، يعني مني كنت صغيره وانا راسي عامر ليا غير بالزواج، بغيت غير نتزوج. صافي الزواج كيبان ليا هي ديك شحال وحده انا دابا بحالي كتسمع ليا كيبان لها الزواج هي ديك العماريه والهزه والحطه والقفطان وديك الليله. صافي انا داك الشيء كيبان لي، ما عمري فكرت في الزواج، في العشره والمشاكل والمصروف وهز وحط وطلع البوطه بت البوطه. ما عمري انا فكرت كاع في هذا الشيء. والصراحه راه لي ريزو سوسيو والانستغرام وهادشي هو اللي كيأثر على البنات. كتبقاي تشوفي غير العريسات لابسات وضحكات وتصاوروا هذه، ولكن ما كتشوفيش الكواليس، كتشوفي شنو واقع في الحقيقه. هادشي اللي طالي انايا، كنت باغا نتزوج باي ثمن ونعيش انا هذاك الشيء ونرتاح في داري ونبقى نلبس اللبيسات لراجلي ونوجد ليه الفطور وندير ليه، يعني كيبان لي الزواج بحال الافلام التركيه. صافي بقات هذيك الفكره تقريبا ملي كانت عندي 18 عام ولا ديك 17 بحال هكاك من الباك، حتى قريت في التكوين، حتى ضربت لي ستاج وكل شيء، حتى درت 25 عام. ما عمر شي واحد بروبوز عليا الزواج، ولا يعني ما عمر شي واحد جا خطبني ولا دق بابي ولا نهائيا. زعما ديك الساعات كون جا غير شي هبيل قال لي السلام عليكم كون خطبته وتزوجت به، كون جا غير اللي كان كنت على سبه، كنت ماده يدي الحنه. ايوا هي هذيك لاله. مرت الايام والسنين، عايشه انا ما خصني حتى خير الحمد لله بخير. بعض المرات حتى كتمشي لك النعمه عاد كتحسي بها. شتي ديك تكوني خدامه وكترجي لداركم وتنعسي ودار باك ما قالك حد طلعات ولا هبطات وما كيقول لك لا صرفي لا والو، الراحه وما عندكم مسؤوليه ما والو. هذيك واحد النعمه كبيره ما كتعرفيهاش حتى كتفقديها. ولا لا واحد النهار من الايام كنت غاديه للخدمه مع الصباح بكري. بعض المرات كان كيوصلني با، بعض المرات خويا، لانني كنبدا الخدمه مع شي 5 الصباح. وكانت هذيك المخبزه قريبه، يعني ما يحتاجش طاكسي، غير قريبه، ولكن مع ذلك كتكون الظليمه، خص ضروري يوصلك شي واحد. صافي كنت غاديه للخدمه. ديك النهار كان با مشى مع خويا، كان خويا غيدوز واحد الكونكور ومشى معاه با غادي يباتوا في هذيك المدينه اللي مشاو ليها. صافي ما كانش اللي وصلني ديك النهار. صافي انا نخرج درتها في الضله، قلت والله حتى نمشي، اصلا قريب الحال، واصلا غير ما كاش لا يقول لي شحال في الساعه. صافي لبست حويجاتي وزيت صاكي وست مع الطريق. غادا كتسمعوا غير خطاوي ديالي، مره كتبان شي طوموبيل دايزه ولا شي طاكسي وشي حد غادي للخدمه وكتسمع غير ديك طق ديال صندالتي. صافي هو يبان لي واحد السيد تابعني بالبيكالا. صافي تما تخلعت قلت اش داك يا راسي تخرج كاع، علاش خرجت؟ اش هاد النحس، اش هادشي تابعني؟ صافي انا بديت كنتخيل الافلام، كنقول غيشدني يديني للدار، غيحيد لي الاعضاء، غيبيعهم، غنبان في مختفون، غادي تبكي عليا امي، كاع كلشي داكشي دازيه في راسي في لحظه من الزمن. صافي بقى تابعني وانا كنزربي في الخطوات، وهو تابعني وانا كنزربي، يقول لي اختي يا انسه. قلت له خويا عطيني ابتسام، الله يرحم والديك انا راه غادي لخدمتي، انا راه خدامه في المخبزه وعندي ديبلوم وهذا، عطيني ابتسام. قال لي يا اختي رانا غير قلت لك زعما بلا ما تبقاي تجري، رانا ما ندير لك شي حاجه، انا غير بغيت نوصلك اختي والظلام عليك واش خرجك في هذا الوقت وهذا. قلت لي ماشي سوقك ماشي شغلك، عطيني ابتسام. وانا نهز واحد الحجره وضربته وجات غير في الرويضه ديال البيكالا، كاع ما قاستو. قال لي يهديك الله هاد البنت، انا راه غير بغيت نوصلك، بنتي ليا خايفه وكتجري كيسحب لك واقيلا انا شي شفار ولا شي حاجه، غير تسنى نقول لك غير تسنى. قلت لي هضر من بعيد، خلي عافاك مسافه الامان. صافي زعما ترجلت، واخا انا راه ربي اللي علم بيا الخلعه فين واصله فيا، راه صافي. قال لي انا غير شفتك اختي خارجه وباينه فيك غاديه للخدمه، وقلت نوصلك وصافي، راه الوقت خايبه وما كاش عليك تخرجي في هذا الوقت وهذه. قلت له انت قلتيها انا راه غاديه للخدمه. قال لي الا جات على خاطرك نوصلك، انت سيري ليه راس الراس ديال الشارع وانا في الراس وبقى غادي معاك، يعني الا جاب الله جا شي حد ولا شي شفار ولا نكون بعدا انا حداك. قلت لي واخا يلا خليك بعيد.
صافي بقينا زدك كنتمشاو هو غادي بالبيكالا وانا حاضياه كنقول دابا يخطف ليا الساك، دابا يخطفني، دابا يهزني ويديرني في داك بورط باكاج اللي عنده من اللور. المهم وصلت لديك المخبازه وانا نحس بواحد الفرحه، وحسيت براسي بحال كبيتي لي واحد السطل ديال الثلج، بحال شي واحد تايه في البحر في شي مركب وهي تبان ليه اليابسه. صافي جاتني ديك المخبزه بحال اليابسه، قلت الله الله. صافي تلاقيت تما الدراري والبنت، حلوا الباب دخلنا. ايوا صافي تلونصات الخدمه وانا نعاود ليهم ونعاود عاودت كل شيء اللي خدام معايا، نعاود للكليان، نعاود للفام د ميناج، نعاود للبنات ديال لاكيس. راه تبعني واحد الدري اليوم، تبعني واحد الدري اليوم، جيت بوحدي، ناري اليوم كنت غادي نتسرق، ناري اليوم كنتو غتشوفوني في عمي الخراز، ناري هادي زعما داك النهار درت لهم واحد الدراما. صافي طلعت لهم في راسهم من الصباح وانا كنعاود حتى العشيه. وصلت العشيه انا خرجت فيها في حالي، ما مشيت للدار. صافي جمعت داكشي كامل، جمعت حوايجي، قديت راسي، بدلت وخرجت. مع خرجت مع زدت واحد شويه هكايا الدنيا ديك الساعه مرة 4 العشيه. وهذا انا 4 العشيه كنت كنسالي، الا بديت مع 5 كنسالي مع 4 العشيه. صافي الدنيا عامره داكشي وانا نتلاقى هذاك مول البيكالا نفسه اللي جا معايا في الصباح. واخا انا ما عرفتش الملامح ديالو مزيان، ولكن غير اللباس والركبه ديال البيكالا والشعر عرفته، حقاش كان عنده واحد الشعر فن مسبسب زوين. شعرو كان بحال ديال شي هندي ومطول واحد شويه. صافي وانا نشوفو وانا نباهر، لانني انا فاش شفتو في الظلام بان لي غير الخيال ديالو، ما بانش لي، ما عرفتوش مزيان يعني ما باينش، ولكن بان لي غير الشكل ديالو صافي. اما ملي خرجت ضربات فيه ديك الشميشه ديال 4 العشيه وشفت داك الشعر وداك الجمال اللي عطاه سيدي ربي ما شاء الله تبارك الرحمن، انبهرت بزاف. ماشي انبهرت حيت هو شفتو في الصباح وعاود شفتو في العشيه، ولا حيت جا، ولا حيت لقيتو، ولا حيت كيتسناني. لا، انبهرت بداك الجمال الرباني اللي عطاه سيدي ربي ما شاء الله، شي حاجه بزاف. ما عمري شفت بحال هذاك الزين في المغرب. واش غنقول لكم، واحد الشعر طبر واحد اللون ديال الشعر، داك الشطان فونسي، داك القهوي ولا الكري ولا ما عرفتش داك اللون، وداير بحال ديال الهنود في الكاليتي ديالو، وعينيه رماديين وصافي، ماشي داك الرمادي مخلط مع العدسي مع القوقي لا، رمادي صافي، ودوك الشفيرات كحلين بزاف، ولا بو ديالته عندها واحد اللون البشره، ما هو زعر، ما هو سمر، ما هو نحاسي، ما هو قوقازي، ما هو ذهبي، بحال شللتي عند الذهبي. السيد غير شديتيه وبنيتيه وشللتي عند الذهبي وحطيتيه فوق هذيك البيكالا كي بحال شي صوره جميله. صافي بقيت كنشوف فيه كنقول واش هادشي، عمرني انا ما شفت هذا الجمال في هاد الحومه ولا هاد الدرب ولا هاد الشارع ولا الخدمه، ولا ملي كنت صغيره، ولا ملي كنت كنقرا، ولا ملي كنت في ستاجات، ولا ملي كنت في التكوين، ولا. صافي بقيت كنشوف وكنقول اش هاد الفريزه المرمده في السنيده ومغطسه في نوتيلا، راه بزاف، ويديه زوينين وفيهم العروق، وشاد في ديك البيكالا واحد الطوله واحد العرض واحد التجريده واحد غريب جدا. ايوا صافي السيد كيشوف فيا وانا هادشي كامل اللي عاودت لكم داز جزء من الثانيه في راسي، واحد الاعجاب غريب وقع لي. ما عمري تعجبت بشي واحد، هي بصح حقا تحقيقا ملهوفه وبغيت نتزوج وبطا عليا حتى شي واحد يدق بابي وداك الشيء، ولكن ما عمري انبهرت بهاد الطريقه زعما. ايوا صافي بقيت كنشوف فيه وقلت له، انا اللي سبقت تكلمت، قلت له خويا واش ماشي انت اللي كنتي معايا في 5 ديال الصباح بكري ملي كنت جايه ودرت لك هذيك الحاله؟ قال لي انا هذاك هو يبتسم، ما هي الا اجزاء من الثانيه، هو يبتسم وانا نشوف دوك الاسنان المتراصه البيضاء الجميله، سنانو ابيض من مستقبلي ومقادين ومرتبين اكثر من حياتي. صافي بقيت كنشوف يا الهي ما هذا، ديك الشميشه بحال عرفتو الابتسامه ديالو مضيئه بحال ديك الشميشه اللي كتطلع في التيلي طابيز، عقلتو تيلي طابيز واش كتطلع ديك الشميشه كتقول لهم صباح الخير تيلي طابيز، هكاك دار ليا واحد الاحساس طفولي حسيت به، ما نكذبش عليكم، انبهرت الصراحه انبهرت. صافي هي هادي قال لي انا وماشي مشكل من حقك تخافي وهادي وكيهضر، وقال لي واش نوصلك؟ قلت له وصلني. قلت له واش غتحطني فوق الكيدون حيت هو عنده غير البيكالا ما كاينش فين يهزني؟ قال لي لا، تيضحك، زيد تمشاو انا وياك غير باش نوصلك وصافي. قلت له واخا. انا زعما ما ترددتش، الله يسمح لينا حنا كيدوخنا الجمال وكيدوخنا الزين، كون كان شي واحد عادي كاع ما نصرو كنا غادي غير بيكالا وداك شي حوايج على قد الحال كاع ما نديها فيه، ولكن داك الزين كامل قلت له واخا. حتى كون قال لي نحطك فوق السرج ديال البيكالا ولا فوق الكيدون ديال البيكالا كنت غادي
نهز ليلي ونجمع صايتي ونطلع ونجلس فوق الكيدون ونمشيو للصني عادي. ايوا هي هذيك بقى غادي معايا في ديك الطريق وكنقول يا ربي ما تساليش، وحنا غاديين وكنقول يا ربي ما تساليش، زدك هذاك زدك هذاك زدك هذاك، وبقات يهضر معايا شكون زعما كيقول لي عارفيني على راسك هادي. انا بقيت كنعرفو على راسي بلا ما يسولني هو اصلا انا فلانه خدامه هنا دايره هادي وانت، انا اللي وليت كنسولو صافي. حتى عرفت باللي هو خدام غير كيبريكولي، مره يخدم في البني، مره يخدم في كل مره فاش، مره يبيع هادي مره يبيع هاديك، مره يخدم مع الصباغ، مره كل مره فاش كيدير يديه. صافي قال لي انا راه ساكن غير حداكم وراه كنشوفك شحال من مره، ولكن انت محال واش كتعرفيني. قلت لي منين انت ساكن هنايا؟ قال لي الله جيت من شهور دابا، الله جيت. هو جا من واحد المدينه معروفه بالزين، بلا ما نقول سميت المدينه باش ما نوضش الفتنه في التعليقات عاوتاني يبقاو يقول لك هادو لا حنا عندنا الزين، لا حنا اللي عندنا الزين، لا نتوما اللي عندكمش الزين. لا المهم جا من واحد المدينه في المغرب. صافي هي هذيك كنقول الله يا سيدي ربي الله دازت من شهور وهاد العنبر والمسك ساكن حدايا وانا ما كنشوفوش، وهاد الجمال نابت حدا دارنا وانا ما كنشوفوش. الحمد لله اللي شفتو بكري قبل ما طير به شي وحده. صافي انا مركزتش لا شحال عنده في العمر، لا شكون والديه، لا اشنو داير في حياته، واش مدوز الحبس ولا مدوزوش، واش مبلي ولا ما مبليش، واش خدام ولا ما خدامش. هذاك الشيء ما صافي كنقول هذا هو رجل المستقبل والله ما نطلق منه. هذا هو اللي غيكون بات ولادي، على الاقل نصور شي وليدات عويناتهم رماديين. وهذا ما كان، خصوصا انني انا الجينات الجماليه ديالي قليله، يعني ماشي داك الزين ولا تشوفيني تقولي ما اجمل هاد الفتاه، ولا شي حاجه زعما شي تجريده، ولا شي شعر ما عرفت كي داير، ولا شي قبول، ولا عاديه او لا اقل من عاديه. الله جايبه التعادل، زعما تشوفيني انا وخويا نبان لك بحال مختلفين غير بزاف. هذا الشيء اللي عطا الله والحق كيتقال. بقينا كنهضروا قلبت سالي هذيك الطريق وكنقول يا ربي يقول لي عطيني النمره، لانني حشمت تصرت بزاف ما نقدرش نقول ليه عطيني نمرتك. صافي قبل ما تسالي الطريق ويقول لي يا ما كرهتش نعاود نشوفك مره واحده اخرى. قلت ليه هي بيان سور تعاود تشوفني مره واحده اخرى. قال لي واش نقدر نتواصل معك تعطيني نمره التليفون؟ الله ملي قال لي تعطيني نمره التليفون خرجها بين دوك السنينات ديال الجوهر بحال كبيتي على سطل ديال العسل. وانا نقول ليه قيد النمره 0666 عينين زرقين حجبان كحلين سنان بيضين قلبي الحنين. صافي بقيت كنضحك وكيضحك حتى هو. صافي حسيت براسي عيقت بزاف وزدت فيه وشوات وطيحت الدل اللي ما يتدلل، الدل برو ماكس. صافي هو شد مرتي وقال لي بسلامه، وقلت ليه بسلامه ومشيت للدار فرحانه بحال ما جايش من الخدمه، بحال جايه من شي منتجع كانوا كيديروا لي الماساج وما عرفت شنو كانوا دايرين ليا. فرحانه وساهيه وجالسه وكنشوف امي وكنضحك، كتقول لي مالكي غير كتضحكي بحال راس المشوط تاع العيد الكبير. سبحان الله العظيم الام المغربيه، لا بكيتي مشكله، ضحكتي مشكله، ابتسمتي مشكله، سهيتي مشكله، نعستي مشكله، دوشتي مشكله، اللي درتي تقول لك مالكي داروا ليك، مالكي فعلوا ليك، مالكيش خاصك، مالكيش درتي غير حاضياك اودي ماشي مشكل. الله يخليهم لينا. هي هذيك لاله كنتسنى بفارغ الصبر فوقاش صيفط لي الميساج، لانني ما خديتش نمرتو، غير هو اللي خداها، ما صنع عليا ما والو. السيد ما عندوش كاع حتى الصولد ما والو. واجي داك الميساج مع 9 ديال الليل، وكانت احسن 9 ديال الليل في حياتي. السلام صافا؟ قلت ليه صافا الحمد لله في واتساب. شكون معايا؟ ويقول لي انا الدراري اللي وصلتك. قلت ليه اهلا كاع ما قلت لي شنو سميتك. قال لي انا سميتي عزيز. قلت ليه الله يعزك ويعطيك العز والنصر السي عزيز. صافي بقينا كنهضروا ديك الساعه كنهضروا لدرجه هو كيمشي ما كيبقاش يجاوبني، وانا كنكتب ولاو صبعاني طابوا ليا بالكتابه. وصافي شنو نقول لكم، كل مره كنقول ليه نخرجوا اليوم نخرجوا غدا ما بقيتش كنايا. كنت كنخرج من الباتيسري كنخرج بحال ديك الكلبه المجربه. تقولي لي الكلبه نقول لك نعم، بالعيا والستريس والضغط. راه قلت لكم الخدمه ديال الباتيسري صعيبه بزاف، والناس كيعرفوا هادشي اللي خدامين فيها. يعني كتخرجي كتبغي غير تمشي للدار وتلاحي كي داك حلو في الغيس تنعسي صافي وتموتي بالنعاس حتى الصباح. ولكن انا مابقاش عندي شي حاجه سميتها العيا كاع، وليت بحال الماكينه غير غاديه. كنخرج نصيفط لي ميساج نقول ليه فينك يلا نخرجوا. بعض المرات كنلقاه خدام، بعض المرات ديسپونيبل، ولكن كيكون ديسپونيبل كيعجبني الحال. صافي كنخرجوا كنقول ليه نمشيو هنا، نبقى نخيط انا وياه نخيط الشوارع، وفين ما دزنا كيبقاو يشوفوا فيه الناس. سبحان الله زوين، ماشي زوين هو نادر، يعني داك الشكل قليل عندنا في المغرب. تلقي شي واحد شعره شاطه وعينيه رماديين قري مفتوح، وهو عنده ديك لاطاي بحال عارض الازياء وطويل بزاف وكذا. يعني قليل عندنا هادشي في المغرب، باش ما نكونوش منافقين. حنا ماشي في الاسكندناف ولا في القوقاز ولا
ايوا هي هذيك لاله. انا كيعجبني الحال ملي كيبقاو يشوفوا فيه البنات وكيشوفوا فيه الناس كينبهروا بيه، كيبقاو يقولوا في خاطرهم شو دابا هادي الله يعطينا زهر الخيبات. ايوا المهم صافي هي هذيك بديت كنجد معاه الموضوع، راه خصنا نديرو شي حل علاقتنا، خصنا نتزوجوا كذا وكذا. وهو كان خايف من الزواج، كيقول لي انا راه كنبغيك وكلشي، ولكن الزواج ما مستعدش ليه، انا راه ساكن غير في بيت دابا. كنقول لي حنا نتعاونوا على الزمان، وشحال من وحده بدات مع راجلها من الزيرو كانوا كيفرشوا غير الكرتون. ديك الهضره اللي ماشي حقيقيه غير كيقولوها عليكم. لا راه بدينا كنفرشوا غير الكرتون. واش كاين شي حد في المغرب بدا كيفرش الكرتون؟ راه ما كايناش. هذه على الاقل حصيره بعدا ولا منطه ولا المهم كيقولنا هاد الهضره باش كيقيدونا وصافي. ما عليناش. لا قلت ليه غنفرشوا غير الكرتون ونديروا غير بوطه صغيره وجميله ولا مقله وصافي وكذا 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 وكذا. كيقول لي واش كتعرفي العمود الفقري؟ كنقول ليه كنعرف. كيقول لي انا راه افقر من العمود الفقري. صافي. ايوا هي هذيك السيد بقيت كنانسيست عليه بزاف، ضروري خصنا نتزوجوا، بغيت نتزوج انا بهذاك الزين الحقيقي، وخفتو لا طيروا لي شي وحده. ونسيت انا واش هو ما خدامش ولا. ما عمري سولتو على عائلته ما والو. صافي اقتنع. راه 3 شهور اللي دوزنا انا وياه، 3 شهور فقط. ما عرفت دارهم، ما عرفتو كي داير لا بسيكولوجي ديالو، ما عرفتوش كيفكر كيعامل العيالات، ما عرفتوش عنده شي بليه ولا ما عندوش، واش هبيل واش مسطي واش بعقلو، كي دايره صحته الداخلي يعني الجسديه وداكشي. ما عرفت عليه حتى شي حاجه. قنعته قلت له غير جي خطبني غيكون خير، انا با امي راه ماشي شي وحدين طماعين ولا شي حاجه. صافي قنعت السيد. قال لي راه غنجي غير انا وصاحبي، راه والدي راه بعاد، لانهم هما واخا ساكن في ديك المدينه اللي قلت لكم، ولكن ساكنين في الخرجه ديالها بحال قلتو الباديه ديال هذيك المدينه. صافي جا غير هو واحد صاحبو، ودرنا حنايا ديك النهار. قلت لهم راه غيجي واحد السيد يدوي فيا وكذا وكذا وكذا. با وخويا ما عجبهمش الحال نهائيا، قالوا لي حنا ما عندناش الدريات كيخطبوهم الدراري مع صحابهم، كيجي راجل وكيجي معاه مو ولا يجي بواه ولا عمو ولا شي حد ولا مول الحانوت ولا اي واحد، ماشي يجيب صاحبو قدو. صافي انا قنعت بانا. صافي تلفت ولاو تلفوا لي الكارطات. قنعتهم. جا تعرف عليا وداكشي. قال لي با فاش كتخدم؟ قال لي انا راه غير كنبريكولي، مره هكا مره هكا، كل مره فاش كنخدم مره ما نخدمش، مره كل مره شنو كندير. بعض المرات كاع كنخدم في الكار، كنمشي مع الكيران وهادي. صافي يعني خدمته ماشي ستابل كاع بالمره. قال لي با فين ساكن؟ قال لي انا راه يلاه جيت سكنت حداكم هنا، راه كاين غير واحد البيت. وكنحس با ردود الفعل ديالو خايبين وما عاجبوش الحال كاع. المهم سار داك النهار مشى وشدني با وشدتني امي، واحد جلس ليا من هنا وواحد جلس ليا من هنا. اش كديري؟ انا من الاولى مالكي واش انت هبيله خدامه بخدمتك، ما خصك حتى خير، داخله سوق راسك، ما قلنا لك حنا نوضي سيري ولا جيبي ولا تقداي ولا والو، على قلت الرجاله السيد ما خدام ما ردا ما قدي يجيب معاه حتى مو ولا بواه، ما جاب حتى نص كيلو ديال الحلوى ولا 40 ريال ديال الكاوكاو. كلشي هادشي سمعته. كنسمع من 6 العشيه حتى 12 الليل وهما كينقولوا عليا انا والو، هما كينقولوا وانا الهضره كتدخل من واحد الودن وتخرج من الودن الاخرى. هو كنحلم ديك الساعه هما كيهضروا وانا كنفكر اش غادي نلبس، وكنتخيلو لابس الكوستيم الكحل كي غيجي معاه، وكنتخيل البنات ديال الدرب كيشوفوا فيه، وكنجيو انا وياه في التصاور وكي غنجيو في العماريه وزيد. يعني ما دخلتش كاع داكشي اللي كيقولوا لي هما، ما دخلتوش كاع راسي. ايوا مرات الايام وغاديش نقول لكم كيفاش انني تزوجت به بواحد الطريقه حالتها. ما حضروا عائلته، ما حضروا دارهم، ما حتى شي حاجه. وبا ما بغاش، صدقت مخاصمه مع با ومخاصمه مع امي، وخويا ما رضاش كاع نهائيا لانه كيعرفوا ساكن جديد حدانا في الحومه. خويا قال لي ما عمرني نمشي عندك، ما عمرني نزورك، ما عمرني نجي عندك لا في العيد لا حتى شي حاجه. تزوجتي بهذاك على الاقل صبري تنديروا لك العرس وكذا وكذا وكذا. صافي انا ما بغيتش. صافي مشينا وياه تزوجنا. داروا لي واحد النهار بزز باش داروا لي غير واحد النهار بسيط، غير هما ما عندو لا عائله لا حتى شي واحد. صافي تزوجنا، درنا عقد الزواج، وبقيت انا مع دارنا حتى نشوفوا فين نسكنوا انا وعزيز. قال لي عزيز سكني معايا في هذاك البيت. قلت له انا ما يمكنش نسكن معاك في نفس البيت في الحومه، ما غنرضاش. صافي غير شوف لينا شي دار في السكن الاقتصادي ولا شي حاجه بسيطه ولا هكا، شي على الاقل بيت وكوزينه ولا ونسكنوا فيه، انا نخلص انا كل شيء. قال لي واخا. صافي بقينا كنقلبوا حتى لقينا واحد السفلي. اش نقول لكم، كاينه واحد الدار والسفلي ديالها كاين الكراج وفيه واحد البيت والطواليت واحد البوطاجير بحال شي كوزينه. داكشي حالته فيه غير السيمه ديك الكحله، ما مصبوغ ما ليه فايونس ما ليه حتى شي حاجه. صافي لقاها وقال لي راه بشحال الثمن وكانت بعيده لي على الخدمه بزاف. قلت ليه واخا، انا غير واخا كلشي واخا كلشي ماشي مشكل.
واش غنقول لكم، قال لي صافي راه عطيت للسيد العربون، انا زدت الفلوس باش يكمل لان انا اللي كنت مكلفه بكل شيء، زدت الفلوس باش يكمل. قال لي راه غادي ندير الرحيل ديالي من البيت اللي انا ساكن فيها باش نديه لهذيك الدار اللي غنسكنوا فيها انا وياه. قلت ليه صافي واخا. هز داك الرحيل داه في تريبورتور، داكشي اللي كان عنده هو ديال الزوافريه، بونجا، بوطه صغيره جميله، داك التخربيق، داكشي اللي كيكون في البيوت ديال الزوافريه. صافي مشى. قلت لها انا غنلحق عليك غادي نجي. داك النهار اللي بغيت نجي بديت كنجمع بوالزي وهداك الشيء، امي وبا بقاو كينقروا عليا وكيغوتوا عليا وقالوا لي هادشي فاش حطيتي راسك، حنا عندنا العيالات كيجيو يديوهم بالشان والمرشان ويديوهم بهذا ديالهم بعزهم وبكرامتهم، وانت غاديه تابعه راجلك وكذا وكذا. يعني طيحت لهم كرامتهم في الارض صراحه، الله يسمح لي منهم. هزيت بالزيت تخاصمت معاهم ومشيت شديت الطاكسي ومشيت لحقت عليه لهاديك البلاصه. تلقى ليا واحد الشانطي، هز البالز وجرهم ومشى. صافي دخلت. ملي دخلت لديك الدار تصدمت الصراحه، ما عجبتنيش بالمره. ما عمري سكنت في شي دار بحال هادي، كان غير واحد السفلي والكراج وشي دبوش مليوحين تما وشي كراطن ومسخه وخانزه وكلها بالسيمه مظلمه وخرش عليه الضو تيبان غير الظلام. والبوطاجير وداك لافابو ديال البوطاجير معري ولتحت معري، والطواليت مسدوده وكلها غير ديال السيمه، وواحد البيت اللي كاينه ما فيها حتى شي صباغه ولا والو، وهو حاط داك الشيء. صافي قلت انا عييت، حسيت بواحد ستريس وطلع معايا القلب، وحسيت براسي تخاصمت مع والديا، ما عمري تخاصمت معاهم، ما عمرهم قصروا في حقي ولا داروا لي شي حاجه خايبه. ولا خويا مسكين كان ديما هز لي الهم، واخا هو صغر مني كان خويا ديما مسكين كيحترمني وكل شيء، ما عمرهم داروا شي حاجه خايبه عليا فيا. صافي بقيت جالسه، قلت لي شوف انا راه عييت بزاف ومدقدقه وحاسه بالحزن، عافاك انا راه غنجلس وانت قاد هادشي. داكشي اللي درت انا، شديت واحد الكرسي جلست وبقى هو كيقاد تحت البوطه، تفرج داك التخربيق اللي عندنا وكل شيء. صافي بقيت كنشوف، لقيت شويه ديال الماء اللي عندنا انا وياه، وانا نقول ليه ما هاد الكوكوت ما كتسمعش. قال لي كيفاش الكوكوت ما كتسمعش؟ قلت لي ما عندهاش الودنين. صافي بقينا كنضحكوا واحد شويه لحقاش ديك الكوكوت عندها غير دوك ديال الحديد، ما عندهاش دوك الودينات الكحلين. ايوا صافي واحد البوطه صغيره وشي تخربيق. بقيت تما واحد 3 ايام. صافي بغيت نتصطب بالحزن، ما عجبنيش هذاك الشيء كاع. اش هذا الشيء؟ ما تتنعسي بداك السداري يابس عليك منك الارض، هو ماشي سداري بالخشب وكذا، غير بونج ما كنلقاش فيه النعس انا لا هو. صافي اش نقول لكم، داز واحد 3 ايام وجات عندي امي صونات عليا فينك هذا جات عندي، دخلت بقات تبكي كملات عليا حتى هي، قالت لي اش هذا الشيء مالك حطيتي راسك في هذه الحاله هادي. قالت لي صافي واش انت باغا تجوجي بهذا السيد؟ انا ما عندي ما ندير، ما عند الميت ما يدير قدام غسالو، انا غنجيب لك شويه ديال الفراش. هي هذيك مشات امي، جات هي وبا جابوا لي شي سدادر، جابوا لي واحد البونجه جديده، جابوا لي ناموسيه، جابوا لي واحد الثلاجه صغيره، جابوا لي عرام تاع الاثاث. ايوا صافي داكشي جبتو حطيتو قديتو، حاولت نمسح نسيق نقاد شويه، لقيت واحد البوطه صغيره عنده مزلع معاها اتاي، مزلع معاها البيض، مزلع معاها كاع داكشي اللي طيب طول حياته مزلع في هذيك البوطه. ايوا داكشي جا حالته خايب، ما زوينش كاع، عييت ما نقاد ما نتول ما نمسح، ولكن حتى داكشي الله يستر بحال درتي عليه المسخ، بحال شديتي العروسه وبرزتيها في الغيس، لا ملح لا سر لا زي لا ضو ولا والو. دازت هذيك الايام 7 ايام ديال الباكور، واخا هي كانت غير 7 ايام ديال البصله. من نهار دخلت وانا في البصله ما عمري شفت شي باكور، ما شفت شهر عسل، ما شفت ايام زينه، ما شفت الزواج، ما شفت حاله الزواج ولا معنى الزواج ولا والو. صافي علاقتي بدارنا توترت بزاف، ما كيرضاوش بيا، خويا ما كيرضاش، مابقاش كيهضر معايا، با امي كذلك. وليت كنمشي للخدمه في طاكسي كبير مع 5 الصباح ولا 4:30، كركب في الطاكسي، ما عمري لقيت شي مرا ولا شي بنت غير مع الرجال، وكنضرب واحد المسافه طويله بالطاكسي. في الوقت اللي كان الطاكسي كان يا ربي الخدمه غير حدا الدار، تكرفيصه بزاف، كيقولوا لي في الخدمه مبروك الزواج، ما عرفتيش علينا، ما درتيش لينا، وما عارفينيش بلي انا ما درت لا عرس لا والو، ما درت لا نهار لا حتى شي حاجه، ما باين عليا حال الزواج، ما لابسه خاتم، ما لابسه سلسله، ما لابسه ذهب، ما ناقشه يديا، ما بان عليا السر، ما دايره مكياج، ما لابسه قفاطن جداد، ما حتى شي حاجه، كيما انا كيما بحال جيت من الحبس. ايوا دازت شي 20 يوم، تخيلوا 20 يوم ما قدرتش نكملها. غتقولوا لي داك الجمال ديالو، داك الانبهار، داك الزين وداك الشيء، تخيلوا طلع لي فراسي ما بقاش كيبان لي كاع زوين، ما بقاش تيبان لي زوين نهائيا. سبحان الله العظيم، مهما كان زوين الواحد، مهما كان الحاجه زوينه بزاف كاع رائعه الجمال كتولف فيها، صافي داك الزين كيتولف ولا كيبان لي عادي جدا، بحال اي واحد في الزنقه. وهذاك الزين ديالو هو اللي خلاني نطيح في الفخ.
كنقول لك وكان هاد الدري هذا يعني شي واحد عادي بحال اي دري في المغرب ولا اي دري كتشوفيه برا، ما كنتش غادي نطيح فيها الطيحه، ما كنتش غنغلط هاد الغلط، غنجي وغنتزوج دغيا 3 شهور دغيا وسامحه في كل شيء. ابسط الحقوق ديال المراه اللي كتزوج سامحه فيهم، ميم حتى الصداق ما خديتوش كاع. انا اللي كنصرف، انا اللي كندير كل شيء. فهاديك 20 يوم هو مابقاش كاع كيخدم ولا غير جالس في الدار. المهم تبهدلت وتدللت وتحكيت كرامتي مع الارض، وكلشي داكشي بسببي، وخسرت علاقتي مع والديا وخسرت السمعه ديالتي في الحي. اش نقول لكم؟ قلت لكم 20 يوم هضرت مع الشاف ديالي في الخدمه، قلت ليه راه غادي ناخذ واحد السيمانه الله يرحم الوالدين، نجيب لك شهاده التربيه ولا اللي بغيتي. هو كان حاس بيا وعارفني عندي المشاكل الصراحه، ما عمري ننسى خيرو. عطاني السيمانه قال لي سيري حتى وكانت قادي امورك. واش غنقول لكم؟ مشيت لديك الدار، هزيت حوايجي كاع داكشي اللي ديالي، الاتات وداكشي خليته، هزيت غير الحوايج ديال اللباس وراقيه وداكشي، هزيت داكشي الوراق كلشي، وانا نركب شديت طاكسي كبير وداني للدار. صافي جيت قلت لها امي مالكي هاد المجيه هذا فين راجلك فين كذا؟ قلت لها امي ما كاين لا راجلي لا والو، سمحي لي امي على هاد الغلط اللي درت في حياتي وهاد الكارثه العظمى. صافي وطلعت للدار. هي هذيك بديت الاجراءات ديال الطلاق. ناض هو دار عليا دعوه قضائيه، مغادره بيت الزوجيه وشي تخربيق، وما بغاش يطلقني، وطلعوا هبطوا ولا الصداع بيناتنا. جات مو من البلاد ديالهم، صدقات مو غير واحد الباترونه حاشاكم، واحد المراه حالتها تشوفيها تخلعي دايره واحد الشعر مصبوغ بالكحل وطالع منه الشيب وديك الجلابه اللي كتلبس معريه كلها من الصدر ودايره شي سناسل ديال الذهب، حالتها واحد المراه لا ما تترتاحيش لها الا شتيها. صافي ناض الصداع بزاف وبدا كيهددني، هو كيقول لي والله تندير لك ولا تنصفيها عليك ولا تاكدا. دخلت في واحد المعمعه خايبه بزاف. المهم انني طلقت ورجعت في حالي وسديت على شي حاجه سميتها الزواج، ولا كنقول لا جاني رزقي غنمشي معاه، ما جانيش لا يسهل فيه بلاش. وحتى الا جاني هذا الرزق هذا غادي ندير لونكيط ونقلب ونشوفو. غلطت واحد الغلط صعيب بزاف ما عنده حتى شي مبرر. اليومنا هذا هادشي دازت عليه 5 سنين، دابا عندي 30 عام. 5 سنين مازال نفس الاثار، مازال والديا علاقتي بهم ناقصه بزاف، مازال مره الدرب كيلوحوا ليا الهضره، مره العائله كيلوحوا ليا الهضره، يعني مازال كنسمع شي حوايج. الاثار ديال هذاك المشكل اللي داز باقا نضرب الثمن ديالهم لحد الان. من هنا غنقول لكم بلي القصه عاوتاني لكم بشكل كوميدي، ولكن هي راه مؤلمه وتراجيديه، وداكشي داز عليا خايب بزاف وصعيب ما نكذبش عليكم. كتبقاي تسمعي الهضره، هذيك الهضره هي اللي كتقتل اكثر من اي حاجه. عماتي عمامي ما كيرحمونيش، بنات عماتي جوجات مشات دخلت على الراجل، مشات سكنات معاه في البيت، سكنات في السفلي في واحد البيت كي بحال الطوبه، دارت كتصرف عليه كدير ليه ما عرفت شنو، واقيلا راه حملات منه داكشي علاش تزوجات بهذيك السرعه. يعني داكشي اليومنا هذا باقي كنسمعوا. باقا انا خدامه في الباتيسري، باقا ساكنه مع دارنا، مازال ما تزوجت ما والو، نفس السيناريو كيتعاود. هنا بغيت نقول لكم باللي ما عمركم تبازاو على المظهر. راه افشل حاجه يديرها الواحد هو يتبازا ولا يعتمد على المظهر باش يختار شريك الحياه.